السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الفل والورد والياسمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الفل. النهاردة بقى بصراحة الجو كان برد جدا جدا جدا. تعالوا بقى اقول لكم انا عملت ايه بس هنبدأ اليوم خالص. طبعا لو انت جديدة بقى معانا في القناة يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الشقة بتاعتي نظيفة زي الفل، كل حاجة نظيفة فيها. انا حتى كنت والله يعني نظفت بس السراير كده وكنستها بالمكنسه. بس الشقه عموما اصلا كانت نظيفه. اول حاجه خالص عملتها بقى فتحتها كلها. وعملت ايه بقى؟ قلت ابخرها كده انتوا عارفين طبعا يوم الجمعه ده ما هو الا بخور اصلا. هعمل بقى البخور وهحطه بقى على الرخامه. وهسيبه في قلب الشقة وادخل بقى ايه عشان اشوف انا لسه ورايا ايه. هو بصراحة الجو اصلا النهاردة برد قوي، الشمس تروح وتيجي، بس شتت بقى شتوية كبيرة محترمة. فكان لازم ان انا اطلع انضف السطح فوق، لان بصراحة كانت المية كتيرة جدا. وابقوا خدوا بالكم ان ميه المطر دي بتبقى صعبه جدا على السطح، فحاولوا ان انتوا يعني ما تبقوش تركنوها وكده على طول اول باول. شايفين ميه قد ايه؟ والله خدت ابني بقى وقلت له تعالى بقى نطلع فوق. الميه كانت متلجه. انا والله العظيم حاسه ان انا اصلا خدت برد بسبب ان انا طلعت مسحت السطح وكده، وكان الجو برد اصلا. عشان كده هتلاقوا صوتي يعني متغير شويه. المهم طبعا بقى خلصت الميه دي كلها وقلت لا، هو الجو ده ما ينفعش معاه الا محشي. نزلت غيرت هدومي ودخلت المطبخ بتاعي بقى، جهزت الحاجة. طلعت اللحمة، كنت مطلعة الممبار، وكنت كمان طلعت بقى اللحمة. وطلعت الحاجة بتاعتي. وقلت بقى تجلى عليك يا رب، والله اللي عاملة محشي النهاردة يدفينا بالليل كده. المهم طبعا اول حاجه بقى ضربت الطماطم. عندي الممبار مغسول وزي الفل. قطعت الحاجه بتاعت اللي هي ارضيه المحشي. كمان قورت بقى الكوسه والبرنجان. هنا قطعت البصله دي علشان الصلصه. اما البصل ده انا هسلقه علشان هعمل محشي بصل، بصراحه بيبقى طعمه حلو قوي. وبيبقى خفيف يعني سبحان الله، هو اكتر حاجه اتاكلت اصلا. هسيبه بقى يتسلق، بحط له طبعا حبه ملح. وقلت بقى ايه، ادي تشويحه كده للحمه. علشان ان انا اطبخ، انا مش عايزه اطبخها بشوربه عاديه يعني ايه، قلت لا هشوحها الاول. بتبقى شوربتها قوي قوي، جربيها بالشكل ده بتبقى جميله. انا حطيت معلقه سمنه. وبعد كده بتحطي بصله، وبعد كده هتحطي بقى اللحمه تقلبيها. مع بقى رشه ملح رشه فلفل. كمان حطيت ورق لورا وحطيت حبهان ومستكه. وبتقلبيها وبتحطها بقى على نار هاديه شويه كده وتسيبيها. هي كده كده يعني هتنزل الميه بتاعتها وهترجع تشربها تاني. وبعد كده بقى تضيفي الميه بتاعتها، هتخلي الشوربه بتاعتها حكايه. انا في الغالب اللحمه مش بطبخها الا كده. خلاص بقى، خلاص حطيت سمنه وزيت في الحله التيفال ديت عشان بقى اعمل تسبيكه المحشي. اللي انا حاطاه ده دهن لحمه، اللي هو اللي يعني بعمله مع المحشي بيخلي طعم المحشي حلو قوي قوي بصراحه. جايباه يعني وانا بجيب اللحمه. طبعا انا مش قادره اوصف لكم سعر اللحمه وصل لحد فين. بس قلنا يعني النهارده بقى نعمل لهم تفاريح كده يعني ايه. هقول ايه، الحمد لله يا رب بجد، والله ربنا يعيننا كلنا على اللي احنا فيه، الحياه بقت صعبه قوي. الحمد لله. المهم خلينا بصوا، احنا عايزه الفيديو مبهج، مش عايزين ندخل في حاجات تضايقنا. هنا بقى طبعا اول ما البصله عندي بدات انها تصفر، ما بحبش ان انا احمر البصله قوي، لا عايزاها بس صفرة كده. هبدا ان انا انزل بصلصه الطماطم الاول، وبعدين هحط بقى عصير الطماطم. بس وهقلب تقلبتين وهحط البهارات بتاعتي. انت بقى شوفي عايزه تحطي بهارات ايه. انا حطيت ملح وفلفل وكمون وكزبره. وكمان حطيت 7 بهارات، بس طبعا يعني المحشي ما هو الا كمون، يعني كتري الكمون شويه. انا كنت ضربت مع الطماطم قرن فلفل احمر. بيخليها حلوه قوي، وحمرها كمان بيبقى حلو. شايفين بقى اللحمه سايباها تتشوح على نار هاديه براحتها. انا بقى قلت اجهز الحلل اللي انا هحشي فيها. طبعا مقطعه بقى بصل وطماطم وفلفل الوان. وكمان ليمون وجزر. وظبطتها بقى واحط شويه زيت كده، رشه زيت في ارضيه الحلتين. ويبقى دي حاجه كمان وخلصتها. بصوا، هو انت لما بتكوني منظمه امورك او بتبقي عارفه انت هتعملي ايه، بتلاقي الدنيا عندك على طول انت بتخلصيها. يعني انا في الاول قطعت البصل بتاعي وقطعت الحاجه وجهزتها وظبطت دنيتي وعملت الكوسه والبرنجان. الحاجه في ثانيه خلصت. هنا كان طبعا البصل خلاص استوى. قلت بقى اغسل الرز، هو تقريبا ما كانش عندي بقى الا اني اغسل الرز بقى واجهز اللي هو رز المحشي. في الوقت ده على فكره انا كنت ضفت الميه للحمه، يعني اللحمه كانت خلاص. ضفت لها بقى الشوربه بتاعتها. وزودتها شويه ملح صغيرين. وسبتها بقى تستوي براحتها. هنا بقى خلاص الرز بتاعي بحطه طبعا لازم في مصفى.
يصفى. ما اعرفش ان انا بصراحة اطبخ يعني اعمل رز المحشي الا لما يكون صافي خالص عشان ما يكونش فيه ميه. هنا بقى حطيت شايفين التسبيكه بتاعتي عامله ازاي؟ لونها بصراحه، شكلها، ريحتها، كل حاجه فيها كان حلو. حطيت بقى الدقه بتاعتي دي، الدقه دي بس يعني قرن فلفل احمر حراق واخضر كمان، وتوم، فصين 3 توم، وشويه ملح وفلفل. وحطيت بقى الشبت وهقلب ده كله مع بعضه، ويبقى كده عندي خلاص رز المحشي بقى زي الفل، جاهز ان انا اقعد احشي. طبعا انا عشان طلعت فوق في البرد اللي فوق ده وكان الجو برد، الشال ده ماما عطيهوني ربنا يخليها يا رب وده الصحة، لبسته وقلت لها لا هاتي لي الدفايه جنبي لان انا فعلا بردانه يعني. لا الدفايه هي حلها الوحيد. المهم بصراحه جبت الدفايه، ولما لقيت بقى الجو دفى وبقى حلو بصراحه حشيت في ثانيه، يعني الحاجه ما خدتش مني لحظه. انا طبعا في الاول خالص حشيت الممبار. طبعا انت بتحشي بقى الممبار ازاي؟ انت بتحشيه يعني بتمليه وبتقومي بقى يعني ايه مفضيه مفضيه في كده يعني بحيث ان هو ما يبقاش مليان، لان انت اول ما بتنزلي في الميه السخنه ما شاء الله بتلاقيه على طول خد حجم. فحاولي ان هو عشان الرز كمان يبقى مستوي كويس، ان هو يبقى بالمنظر اللي انت شايفاه زي ما انا عاملاه. معلش يا جماعه تحملوني. بصوا جيوبي انفيه مع البرد اللي احنا فيه مبهدلني اخر بهدل، بس يلا الحمد لله. هنا بقى خلاص كنت انا خلصت الممبار، وبصراحه قمت على طول، كنت انا اصلا حاطه الميه بتاعته، قمت على طول بقى حطيته في الميه بتاعته عشان يستوى، وحطيت معاه بصله وطماطمايه وبهاراته وحاجته، وسبته بقى يستوى على ما اكمل بقيه الحشو. انا هعمل حله فيها البرنجان والكوسه والبصل والفلفل الالوان، والحله التانية دي عملت فيها الكرنب كله، يعني سبت الكرنب كله في حله واحده. طبعا شايفين بقى ميكس الالوان بصراحه شكله حلو قوي. عملت برضو معاه البصل كله بقى خد من بعضه، سقيته برضو وحطيته بقى على نار كمان يشتغل، كل حاجه كانت بتخلص كنت بقوم اولع عليه. مش قادره اوصف لكم بقى المحشي بشوربه اللحمه كان عامل ازاي، بصراحه كان طعمه خيالي. طبعا حطيت بقى الشوربه بتاعتي بس ما تكتريش قوي، يعني حاولي ان انت لو احتجتي يعني كبشه او اتنين وهو بتردد كده عادي، انما ما تكتريش، انا ما بحبش بصراحه اكتر شوربته في الاول. هغطيه بقى بورقه الكرنب الكبيره دي اللي كنت عامله حسابي وانا بسلقه، عاينه ورق من ده، وهغطيه بقى. شايفين بقى المنظر هنا؟ خلاص بقى كانت شرب كل الشوربه بتاعته. هنا يعني ساعات كنا بنحط طبق وكده، بس لو دي موجوده احسن من الطبق طبعا. هشيلها، شايفين عامل ازاي ما شاء الله، يعني خلاص هو كده استوى وزي الفل. عايز بقى نار هاديه يتردد، على فكره هو المحشي اصلا ما هو الا ترديد. طبعا بقى اللحمه لازم نعمل لها يا سلام لازم نعمل لها احتفال. المهم انا بصراحه حبيت اعملها في طاجن ببصل وفلفل الوان وطماطم. مسكت بقى حطيت معلقه سمنه حلوه كده ومعلقه زيت، وجبت بصله كده قطعتها ترانشات وشوحتها، وشوحت عليها فلفل الوان اخضر واحمر، وحطيت بقى حبه فلفل وحبه ملح وهقلبهم تقليبتين وهحط الطماطم. انا بقى كنت عملت ايه؟ ضفت شوربه وحطيت معلقه صلصه صغيره، وهسيب بقى اللحمه تاخد بقيه السوا بتاعها في الخلطه دي. بصوا انا مش قادره اوصف لكم طعم اللحمه بيبقى عامل ازاي، بيبقى حكايه والله. المهم اللحمه بقى كنت مهديه عليها خلاص كده حلوه قوي. قمت بقى جايباها، كنت عجنت عجينه، بس والله العظيم اللي عجنتها عشان برضو للامانه يعني بنتي، انا قلت لها اعملي كذا واعملي كذا وهي عملتها ما شاء الله، والعجينه طلعت معاها زي الفل. كنت انا اصلا ساعتها بحشي، فانا كنت عايزاها انها تتعجن بحيث ان انا لما اخلص تكون خلاص خمرت، فهي عجنتها وسابتها، بصراحه لقيتها حلوه قوي. طبعا مليت بقى الطواجن بتاعتي، هما يعني جم في 3 طواجن، ومسكت بقى ايه العجينه كورتها 3 كرات، وقلت هغطي بقى ايه الطواجن نعمل شغل يعني، فاهمين انتوا؟ بصوا هو بيبقى منظر حلو قوي، والعيش والله بيبقى طعمه حلو جدا، يعني انا ولادي بيحبوا العيش ده جدا. كلوه بقى مع طاجن اللحمه، بصراحه كان حلو جدا. هنا بقى خلاص همسك بقى العيش بتاعي افرده. طبعا بفرده بقى على النشابه لان انا مش عايزه اعمله بزيت، يعني انا عايزه افرده فرده حلوه كده، مش عايزه ان انا افرده على زيت. فرشيت رشه دقيق، وهبدا بقى ان انا افرده بالنشابه بتاعتي وهحطه على الطبق. طبعا هعمل مع الطواجن التانية نفس المنظر، وهجيب بقى سكينة بحيث ان انا الحوافي اللي تحت دي كلها اظبطها، يعني ايه اظبطها بقى؟ اللي هو هسويها يعني. هجيب بقى سكينة اسوي ده كله، فطبعا لما سويتها اتبقى حتة عجين. حتة العجينة دي برضو انا عملتها رغيفين صغيرين، برضو كانوا حلوين قوي. والله العظيم انا كنتش هقدر اسجل لكم الفيديو النهارده لان انا فعلا لو لاحظت يعني ان انا صوتي متغير خالص وتعبانه شويه. بس لا والله حبيت ان انا انزله لان انا ما بقدرش والله ابعد عنكم.
بيبقى فعلا والله غصب عني. انت بقى لو وصلت لحد كده انزلي حط اللايك بقى عشان نكمل الفيديو. طبعا بقى دهنت وشها صفار بيضة وحبة خل صغيرين، وحطيت بقى عليها حبة البركة بس، ودخلتها بقى الفرن براحتها كده. وهنا بقى الرغيفين دولت برضه عملتهم بالشكل ده. بصوا الاكل والله بجد يا ريتكم معايا، الاكل كان حلو قوي. الممبار طبعا حمرته، ده العيش اللي انا عملته. الاكل بصراحه كان حلو ودفنا فعلا بجد. هو احلى حاجه في الشتاء اللي احنا فيه ده عدس والمحشي. المهم يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسليش في الاشتراك واللايك، بحبكم في الله. ما تنسليش بقى تدعيلي دعوه حلوه. مع السلامه.